لكن يعلم أولا أنه لم يدفن في اليوم الذي مات فيه، يعني يوم الاثنين، ولا ليلته ليلة الثلاثاء، بل تأخر إلى اليوم التالي. فعلى أحد القولين كان في نهار يوم الثلاثاء، وعلى القول الآخر كان إلى دخول ليلة الأربعاء، يعني بعدها في المساء. وهذا التأخر له أسبابه التي يأتي ذكرها الآن. ولكن ينبغي أيضا تقرير طهارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجسده الشريف حيا وميتا، كما قال الصحابة رضي الله عنهم. وفي حديث عائشة في قصة موته صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري، قالت: فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، إلى آخر الحديث. ومثله من حديث العباس ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد في المسند وغيره. فجسده صلى الله عليه وسلم طاهر شريف محفوظ بحفظ الله. وإنما ندبنا في الشريعة إلى تعجيل دفن الموتى وإكرامهم من أجل خشية تغير الأجساد بعد الوفاة، وهذا مأمون في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتغير بسبب الموت، فعندئذ لا كراهة إذا دعت الحاجة إلى تأخير الدفن كما سيأتي. أما تأخير دفنه على يدي الصحابة رضي الله عنهم فإن ذلك يعود إلى جملة من الأسباب. أولها حرصهم رضي الله عنهم على الصلاة عليه. أجل، فقد صلى عليه صلى الله عليه وسلم جميع الناس، الرجال والنساء والصبيان، صلوا أرسالا، أي جماعات متفرقين تلو جماعات، لم يؤمهم إمام واحد، وإنما كان يدخل الجميع منهم حجرته الشريفة صلى الله عليه وسلم بعدما غسل وكفن، فيصلون عليه فرادا. وهذا الأمر بهذه الطريقة لا بد أن يستغرق كثيرا من الوقت، ولا بد. ولهذا جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أنه صلى عليه الناس أفذاذا لا يؤمهم أحد. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره، فكان الناس يدخلون زمرا زمرا يصلون عليه ويخرجون ولم يؤمهم أحد. وقد كان اختلافهم في شأن غسله صلى الله عليه وسلم، ومن يغسله وأين يدفن، كل ذلك مما يستغرق شيئا من الوقت. وهذا سبب آخر هو التشاور فيما بينهم في طريقة غسله ومن يغسله وأين يدفن، فإنه أيضا مما جرى فيه بينهم التشاور والنقاش حتى اهتدوا إلى ما أراد الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدعو أيضا إلى بعض التأخر حتى وقفوا على أنه يدفن الأنبياء حيث تقبض أرواحهم، وحتى انتهوا إلى أن يكون آل بيته الكرام رضي الله عنهم هم من يتولى تغسيله وتكفينه كما سيأتي بعد قليل. إذا كان هذان سببان معقولان، وهو المشاورة في شأن غسله ودفنه، وأيضا ما حصل بسبب تأخر الصلاة عليه حتى انتهت الأمة كلها رجالا ونساء وصبيانا من صلاتهم عليه أرسالا أفرادا جماعات تلو جماعات تدخل حجرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذان سببان معقولان فاعلموا أن هناك ما هو أعظم من أسباب التأخر التي دعت إلى إبطاء الصحابة رضي الله عنهم، وهو وقع هذه الفاجعة على قلوبهم رضي الله عنهم جميعا. أي والله، فلم تكد عقولهم وقلوبهم تصدق ما حصل وتطيق هذا الأمر الجلل الذي فجعوا به، وفطرت عليه قلوبهم رضي الله عنهم جميعا، حتى إن بعض الصحابة حصل منه شيء من عدم تصديق الأمر في بادئه، وإنكار أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وكان من الصحابة من أصمت، ومنهم من أقعد إلى الأرض فلم يستطع حراكا، فلم يصب الصحابة رضي الله عنهم بمصاب أعظم من ذلك اليوم، بل لا والله لم تصب الأمة كلها إلى اليوم بمثل مصابها بموت نبيها صلى الله عليه وسلم. حتى قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه فيما أنشد:
لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة، عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعضد، يبكون من تبكي السماوات يومه، ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذان الأمران وما أضيف إليهما من هول الواقعة وشدة الخطب وعظم المصاب كان تفسيرا واقعيا لما حصل من تأخير دفنه. وإذا أضفنا إليها هذا الأمر الأخير وهو اشتغال الصحابة رضي الله عنهم بما يحفظ على الأمة أمرها وشأنها، أي ما كانوا يتشاورون فيه من شأن ولاية الأمر من بعده وخلافته في الأمة عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر جلل. وقد كان منهم رضي الله عنهم المشاورة والنقاش والنظر في هذا الأمر على ما كان في سقيفة بني ساعدة ومشاورة الصحابة بين المهاجرين والأنصار، حتى انتهوا رضي الله عنهم إلى مبايعة الصديق أبي بكر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وهذا من أجل اختيار الخليفة لتوحيد راية الأمة وقطع سبل التفرقة على الشيطان، لئلا يخلو الناس من إمام يقيم فيهم الحق ويخلف نبيهم صلى الله عليه وسلم في الشؤون العظام. وهذا أعظم أمر دعاهم إلى التأخر في دفنه. قال الإمام الزرقاني رحمه الله معلقا على الأثر الذي أورده الإمام مالك في الموطأ فيما أورد قبل قليل، قال: إنما أخروا دفنه لاختلافهم في موته أو في محل دفنه أو لاشتغالهم في أمر البيعة بالخلافة حتى استقر الأمر على الصديق. قال: ولدهشتهم من ذلك الأمر الهائل الذي ما وقع قبله ولا بعده مثله، فصار بعضهم كجسد بلا روح، وبعضهم عاجزا عن النطق، وبعضهم عن المشي، أو لخوف هجوم عدو، أو لصلاة جم غفير عليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا جمع لطيف مركز لكل تلك الأسباب مجتمعة أو منفردة، لكنها لا تخرج عن هذا السياق. ومع هذه الأسباب المتنوعة والأحداث المتعددة في تأخير دفن رسولنا صلى الله عليه وسلم عن يوم وفاته، فإن الأمر أيضا لم يستغرق أياما متتابعة وليالي متتالية ولا أسابيع، بل الأمر كان أقل من ذلك بكثير. أقصد أننا لو قسنا تلك الأسباب وعظيم وقعها وحاجتها إلى كثير من الوقت حتى تتم، بالنظر إلى ما احتاج إليه الصحابة رضي الله عنهم من الوقت لدفن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن شيئا يذكر، فإنه لم يكن إلا شيئا من نهار الاثنين وليلة الثلاثاء في المساء يعني، ثم نهار الثلاثاء، وعلى أحد القولين جزءا من النهار، وعلى القول الآخر دفن وسط ليلة الأربعاء. يعني الأمر كله يا كرام لم يستغرق أكثر من 48 ساعة، وهذا وقت قصير جدا بإزاء ما ذكر من الأسباب، ولا يكاد يحصل هذا إلا كرامة من الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم.